يعني مصدوم من قضية التدافع، واحنا كنا نقول دائما وابدا اذا عندك تذكرة روح الملعب. والان التدافع هذا في النهاية قاعد يضر سمعتكم انتم يا اخواني العراقيين. الان الناس كلهم قاعد يتكلمون على البصرة واللي قاعد يصير في البصرة، احنا مشينا في البطولة بشكل صحيح، تنظيم وشعب طيب، ووصلنا الى المباراة النهائية. المفروض نحتفل اليوم، دائما احنا نقول نحتفل بفرح ولا ما نحتفل بحزن، نحتفل بالنظام، نحتفل والله ان احنا نروح الملعب من الساعة 5 الفجر. طيب اللي عنده تذكرة الحين شو يسوي فيها؟ فارجو يعني اللي عنده تذكرة الحين واللي ما عنده تذكرة يا اخي خلاص يقعد في بيتك، حاولوا تروحون تقعدون في اماكن فيها تجمعات مثل شاشات التلفزيون وكذا، لان هذا اللي قاعد يصير مش في صالحكم انتم. طيب مش في صالحك انت اللي تروح، انت عارف انه في زحمة، بعد تروح بينهم في النص، هذا خطر. فانا افضل الان ان الكل يبتعد عن الملعب، ملعب البصرة، وارجوكم كل الرجاء هذه بلادكم امانة في رقبتكم. احنا كلنا مسؤولين عن حفظ وامن هذا البلد. بكل بساطه ابعد عن الملعب الان، بكل بساطه ابعد عن الملعب، واللي رايح الملعب او مقرر انه يروح الملعب رجاء لا تروح، خليك بعيد وخلاص. لان احنا الوضع قاعد نشوفه الحين، قاعد نفتح القنوات العراقيه، قاعد نفتح القنوات الاخباريه، قاعد نشوف الصور، هذا التزاحم هذا وهذا التدافع خطر يا جماعه الخير، بالمقام الاول خطر عليك انت. فرجاء تساعدوا معنا، تساعدوا مع الامن، وانتم تكونوا مصدر الامن الاول لبلادكم، وخليكم بعاد عن الملعب الان. هذا اللي نقدر نقوله. يا جماعة الخير، ترى ممكن اللعبة ممكن انه تتأجل، ممكن انه تنقل ما تكون موجودة بعد بالبصرة. يعني اكو خبر طلع حس ان اللعبة ممكن تنتقل للكويت، وهذا فد شيء يعني هذا النجاح الكبير اللي صار بالبطولة حافظوا عليه. هذا جمالية البطولة، الناس فرحانة، الكل فرحان. ممكن بسبب مباراة نهائية ممكن يعني طبيعي جدا انه بعد ما تصير اي بطولة او اي مباراة بالعراق. هي في النهاية مباراة كرة قدم، اللاعبين يبي يفرحونكم، انتم تساعدوا معاهم بحفظ النظام. بالمختصر مفيد، تبون البطولة تقام على ارضكم او بطولة ثانية تقام على ارضكم، تبغون الناس يحتفلون معاكم يفرحون معاكم، ارجو التساعد والتعاون في هذا الموضوع. بكل بساطة اذا المباراة لن تقام على ارضكم اليوم هذه مو حلوة في حقكم انتم. الان الكلام اللي قاعد يدار او يقال انه والله إذا صارت في حالات وفيات وما شابه ذلك راح تتوقف المباراة، تتأجل ويتم نقلها إلى أرض محايدة. أنتم ما ترضون على بلادكم يا جماعة الخير، أنتم اللي نجحتوا البطولة، استمروا في هذا الشيء، الله يخليكم. عموما نتمنى التساعد والتعاون مع الجهات الأمنية في هذه اللحظات، ونقول حق اللي توفوا الله يرحمكم ويغفر لكم ويصبر أهاليهم، فلا تكونون سبب حزن أهاليكم. ابعدوا عن هذا بس مشكور، ابعدوا عن الملعب رجاء، ابعدوا عن الملعب ثم ابعدوا عن الملعب، بس ما عندنا شيء ثاني. اللي عنده احد هناك، اللي عنده اقاربه صديقه موجود يم الملعب، اتصل بيه قل له ارجع، قل له ارجع بعد لا تبقى، حتى لو عنده تذكره خليه يرجع. ترى انا عندي تذاكر، هذه عندي تذاكر، انا ما قمت ما اوزع، ما انطي تذاكر صراحه، قمت ما انطي لان ممكن اكون سبب اذيه احد. فعندي تذاكر، عندي اكثر من 100-150 تذكره ما راح انطيهم، مستعد انه اشققها للتذكره وما انطيها حتى ما اكون سبب اذيه احد. مو طبيعي هذا اللي صار، النجاح اللي صار بالبطوله لا يخرب باخر لحظه، حرام. بطوله ممكن انه النهايه ممكن انه راح ينقلوا البلد اخر. اهم شيء سلامه الناس، سلامه العالم، مو طبيعي هذا الشيء اللي يصير. اللي عندك اقاربك، عندك صديقك، اتصل عليه وقل له ارجع، اترك المباراه وارجع خلاص. مو طبيعي، اكو شاشات هوايه بالبصره، اكو بملعب الميناء، اكو بالشوارع، اكو هنا على الكورنيش اكثر من شاشه، اكثر من مكان. روح شوف المباراه. لا والله كلمتك حلوه هذه، ان المفروض الان يصير اتصالات بين الزملاء والاخوان والاصدقاء والجمهور ما بينهم، ان كل واحد ينصح الثاني. خلاص عدم زياده الاعداد في الملعب وعدم الحضور، خلاص يكفي اللي حاضرين يكفي. يعني احنا نشوفهم الان عدد مهول، ممكن اكثر من 100,000 والملعب 65، فقط 65 اللي بيحضر والباقي ايش؟ فحضورك يعني الان في الزياده ما له معنى. استمتع في حدا المناطق الزوم فان وشوف المباراة من خلال الشاشات العملاقة اللي موجودة في أنحاء العراق. أرجوكم تواصلوا ويا اللي موجود هناك، اتصلوا عليه، خابروه،
قولوا له ارجع، قولوا له لا تبقى، لأن الوضع مو طبيعي يا جماعة الخير. الانسحاب مطلوب الان، الانسحاب من محيط استاد جذع النخله مطلوب، وارجو ان هذا الشيء يتم باسرع وقت، لانه مش بصالح الجميع، مش في صالح الارواح اللي هناك. يعني انا مو متخيل الحين الاطفال والعوائل والاسر اللي رايح الملعب الان، او الناس اللي لا مصرين ما يروحون الملعب. عندك تذكره او ما عندك تذكره لا تروح استاد البصره الان. اللي موجودين هناك اتصلوا فيهم تليفون، قولوا لهم اطلعوا من المكان، انسحاب شوي شوي بحيث انه ما يصير في تدافع ثاني ويصير في اصابات. ارجو كل الرجاء ان هذا الشيء يتم في اسرع وقت، وارجوكم انتم كلموا ربعكم اللي هناك، كلموا اهاليكم. احنا من امس نقول لكم يا جماعه الخير لا تروحون، من امس احنا حاسين بيصير شيء. فلذلك احنا الان نقول يا اخي في شاشات موجوده عندكم في اكثر من ملعب مباراه، فاتحين لكم الملعب، روحوا الملعب، شوفوا المباراه من الملعب من خلال الشاشات. التدافع هذا ما راح يودي الا الى مصائب. تواصلوا شباب، تواصلوا ويا اهلكم ويا اصدقائكم، مو طبيعي هذا. الملعب هسه انملى. يعني هسه حتى اللي رايح هناك شو يسوي؟ ايش راح يسوي؟ يعني الملعب مليان خلاص، امتلى الملعب. مباراة الساعة 7 وامتلى الملعب. ترى يعني 99% راح تتأجل المباراة. بلغوا اللي موجود هناك المباراة راح تلغي. مو صحيح، هذا شيء مو صحيح، هذا يأثر. تحياتي. بلغوا، اتصلوا على اصدقائكم على اقاربكم.